اسمعني مليح. هل عمرك حسيت بهذاك الشعور المحبط؟ شعور باللي راك تتعب، تقرا، تحضر الدروس، تحاول تلتزم، بصح كي تشوف روحك في المرايا تلقى النمو اللي راك حابه في دينك وفي حياتك ما كانش. غير شغل تحفز في صخره ما كان حتى فايده. تحس باللي الايام راها تجري والوقت راه يفوت وانت راه قاعد في بلاصتك، ما كان حتى حركه. وبالك حتى الاسوأ راك تولي ربور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بالمير، طالب طب سنة ثانية. كما شفنا في البداية، هل الجمود أو التراجع في مسارنا الروحي والإيماني هو مشكل يعانوا منه بزاف الناس، خصوصا في وقتنا الحالي؟ وهذا الشعور ماهوش مجرد إحساس، هو حقيقة مرة تأثر على الجودة نتاع حياتنا. ولهذا السبب راح نتوقع مع بعض سلسلة جديدة في هذه القناة وسميناها خريطة النمو الإسلامي. هذه السلسلة ماهيش مجرد كلام نظري ولا محاضرات جافة، هي منهجية علمية عملية مبنية على أسس قوية، راح نجمع فيها بين علم وخبرة وحكمة علمائنا القدام اللي سبقونا واللي مهدوا الطريق لنا، والفهم العميق للواقع المعاصر والزمن الحالي وخصوصا التحديات اللي احنا نعيشوها اليوم. والهدف نتاع هذه السلسلة بسيط وواضح: تكون عندك خريطة واضحة وبوصلة توجهك وين راك حاب تمشي، باش تعرف وين راك رايح وتتجنب المتاهة اللي بزاف الناس في وقتنا الحالي راهو حاصلين فيها، وتوصل لمستوى النمو الروحي والإيماني وحتى الشخصي اللي تستاهلها انت. بركا خليني نحكي لك على بعض المشاكل الحقيقية والعميقة اللي ممكن صارتك انت ولا صارت لي انا ولا صارت حتى الواحد في الاقرباء نتاعك. وهو الانقطاع المفاجئ عن العمل الصالح بعد فترة حماسية كبيرة. يبقى شاب ولا شابة يبداو رحلة الالتزام نتاعهم بطريقة حماسية وحيوية، يصلي الفجر في وقتها في جماعة، يقرأ الورد اليومي من القرآن، يحضر دروس علمية، يصوم تطوع. للأسف بعد فترة قصيرة، بعد أسابيع ولا أشهر، هذا الحماس هذا فجأة يبرد. صلاة الفجر تروح عليه، المصحف يتغطى بالتراب ويتعمر بالغبرة، ويحس الإنسان باللي هاد الطريقة هذه ما راهاش ليه، ويحس روحه ضعيف وما قادرش يكمل. وهذا الانقطاع يخلي الإنسان يحس بالضعف، يخليه يحس بالذنب، وقادر حتى يخليه يفقد الأمل في نفسه. المشكل الثاني واللي قادر يكون أخطر من الأول هو غياب الرؤية الواضحة والهدف الأسمى في حياتنا الدينية والدنيوية. بزاف منا يطبقوا عبادات معينة بشكل روتيني، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، بصح كي تسقسيه وش هو الهدف من هذا كامل؟ وش هي البصمة اللي راك حاب تخليها؟ وش هي النسخة نتاعك المثلى اللي راك حاب تلحق لها كإنسان مسلم؟ تلقاه دائما يتلعثم وما يعرفش يجاوبك. هذا يخلي الإنسان يعيش بلا بوصلة، يتشتت بين الأعمال الكثيرة اللي يسمع بها وما يركزش على الأساسيات اللي تناسبه وتقدر توصله والرحال. أيوة، في النهاية تلقاه يقول: وأنا واش راني داير في حياتي أصلا؟ هذه المتاهة هذه ماشي غير تخليك قاعد في بلاصتك برك، بل يمكن أنها تحسك بالفراغ، بالاكتئاب، وتفقدك القيمة الذاتية نتاعك، لأنك ببساطة ما راكش لاقي هدف واضح تتمشى له وين توجه طاقتك كلها لهذاك الهدف. باش نتجاوزوا هذه المشاكل الخطيرة اللي ذكرناها لازم نرجعوا لأصول ثابتة ومجربة ونستلهموا دائما من كبار أهل العلم. كتاب مدارج السالكين هو كتاب الإمام ابن القيم الجوزية، وين يشرح فيه بزاف الصوالح الأساسية والمهمة، ومن هاد الصوالح أهمية صدق العبودية وإخلاص النية. ماشي مجرد نطبقوا العبادات كواجب ولا فرض لازم علينا، لازم نفهموا هاد الأعمال هذه علاش حنا نديروها، وبالتالي نوصلوا لدرجة إخلاص اللي تخلي كل الأعمال الصالحة اللي حنا نديروها جزء من الذات نتاعنا. أيوه، وفي التالي هاد الأعمال هذه تولي تخرج من القلب نتاعنا وماشي فقط من الجوارح. وهذا الإخلاص هذا هو اللي يخلي الأعمال تاعنا تستمر، لأنه هو ببساطة مربوط بالنية الصافية لله سبحانه وتعالى، ومش مربوط بالعوامل الخارجية. ثانيا، باش نتجنبوا مشكل التشتت الخطير وعدم وجود الرؤية، لازم نبنيو خريطة نتاع طريق دقيقة وواضحة جدا. كما يقول الدكتور علي محمد الصلابي في أحد مؤلفاته عن الحضارة الإسلامية وطرق بناء الأمة: النمو الحقيقي لا يحدث عشوائيا، بل هو نتيجة لتخطيط منهجي ومراحل واضحة. وإحنا في هذه السلسلة هذه eventually غادي نتعلموا كيفاش نحددوا الأهداف تاعنا الدينية والدنيوية بطريقة ذكية، ولا كيسموه smart goals، باش ما نكونوش مجرد متفاعلين مع الأحداث ولا متفرجين على الملعب، ما نكونوا قادة لحياتنا وواضعين مسار محدد لأنفسنا. وهذه الخريطة هذه غادي تخليك تشوف الطريق نتاعك وتشوف الخطوة الجاية وين، وبالتالي تتجنب الضياع. وهذا هو بالضبط اللي راح نقدموه في هذه السلسلة نتاع خريطة النمو الإسلامية. هذا النظام اللي غادي نديروه في هذه السلسلة هو عبارة عن منهجية شاملة ومفصلة وواضحة، اللي يجمع بين الحكمة والخبرة والفقه نتاع العلماء المسلمين القدام، اللي بنوا حياته على أسس علمية قوية، والطرق الحديثة نتاع التفكير والتخطيط والتنفيذ اللي تضمن لنا الفعالية.
راح نكون كمرشد شخصي لي في هذه السلسلة هذه، وين راح نخرجك من المتاهة ونحققوا مع بعض النمو الديني والشخصي اللي راك حاب توصل له انت. ومجرد فكرة باش نوضح لكم علاش نحتاج نظام خريطة النمو الإسلامي كمنهج واضح وواقعي. في الفيديو الجاي من هذه السلسلة إن شاء الله غادي ندخلوا بشكل أعمق، وغادي نتعلموا أولى الخطوات العملية اللي تبني بها هذه الخريطة هذه، وكيفاش تقدر تطبقها في حياتك خطوة بخطوة. وبالتأكيد باش ما يفوتكش حتى فيديو من هذه السلسلة القيمة ومفيدة جدا، لا تنساش دير لايك وتشترك في القناة إذا مازال ما شاركتش، باش نعاون الخوارزمية تطلع وجهي لبزاف الناس. وتاني ما تنساش تشارك هذا الفيديو مع أي واحد تحسه باللي خصه خريطة توجهها في حياته. وإذا عندكم أي معلومات إضافية ولا ملاحظة في الفيديو هذه، ما تنسوش خلوها لي في التعليقات. وهذه هي، نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله اللي غادي يكون فيديو ممتع. تهلاو في عسانكم. Take care. السلام عليكم.